السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم راح نشارككم كيفية تحضير كسرة معجونة بطريقة سهلة وسريعة، والنتيجة راح تكون ناجحة 100%. تبعوني وشوفوا معايا مراحل التحضير على بركة الله. المقادير اللي راح نعطي لكم اليوم راح تكفينا باش نديرو 3 خبزات. في الغسيبيو ندير 6 كيسان دقيق يكون ناعم أو متوسط، ونضيف معهم مغرف كبيرة ملح مع مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة خميرة خبز، ودرت ربع مغرف كبيرة حبة حلاوة، واللي ما يحبوهاش يقدروا يستغنوا عليها، مع مغرف كبيرة جلجلانية. ونخلط كل المكونات حتى يندمجوا مع بعضهم، وبعدها نضيف كاس ناقص صباع زيت نباتي كما راه واضح في الصورة، ونخلط مليح الزيت مع بقية المكونات حتى يتلبسوا حبيبات الدقيق. ونبل الدقيق نتاعي بالماء حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة، ماهيش طرية وماهيش يابسة. ونقول لكم اللي دخلوا اول مرة لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنسوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. متابعي الافاضل، نشكركم على تعليقاتكم الجميلة المشجعة، ودمتم معي اوفياء ان شاء الله. وبالنسبة للمشتركين الجدد نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي، وشكرا على الثقة اللي عطيتوها لي، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ونرجعوا للكيفية. هنا كما راكم تشوفوا راني تحصلت على القوام المطلوب. ندير العجينة نتاعي فوق طاولة العمل ونعجنها حوالي 3 دقائق او 4. لمها نرجعها للغيسيبيو، نغطي عليها نخليها ترتاح ربع ساعة او 20 دقيقة. هذا على حساب نوعية الدقيق، إذا كان دقيق ناعم ما تخلوهاش تطول. بعد ما ارتاحت العجينة نتاعي نديرها على سطح العمل، نعجنها دقيقة، نقسمها كما راكم تشوفوا راني درتها على 3. راح يخرجوا معايا 3 خبزات، ما همش كبار وما همش صغار، يعني متوسطين في الحجم. واللي تحب تدير الخبيزات نتاعها صغار تقدر تقسمها على 4، ما كان حتى مشكل. ومباشرة كما راكم تشوفوا جبت ورقة طهي راح نفتح عليها العجينة نتاعي هكذا باش تسهل عليا الخدمة. طبعا راح نبدأ نفتح العجينة نتاعي اللي كورتها الأولى، أما الثانية والثالثة راح نغطيهم بساشي هكذا باش ما يشوفهمش الهواء وما يلبسوش معايا. وهنا ندير الخبيزة تاعي الطيب في الطاجين اللي كنت شعلت عليه النار من قبل وتأكدت باللي راه ساخن. نثقب الخبيزة تاعي بالسكين أو بالشوكة، نخليها تتحمر شوية ونقلبها، ونزيد نثقب الخبيزة تاعي من الجهة الثانية، ونبقى غير نحرك في الخبيزة شمال ويمين حتى نشوف باللي راهي تحمرت باش نقلبها هكذا باش ما تتكسرش معايا. لو كان تقلبوا الكسرة تاعكم وهي ما زالت عجينة وتكتروا عليها بالتقلاب راح تتكسر معاكم. وهكذا حتى كملت طيبت كل الخبيزات اللي عندي. النتيجة راهي قدامكم، رانا تحصلنا على كسرة محمرة ومقرمشة في نفس الوقت هشة تذوب في الفم. جربوها ومتأكدة بلي راح تعتمدوها بعد اليوم. وهكذا نكون وصلت معكم لنهاية وصفة اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة، نخليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.